السلام عليكم، تحية للجميع. نعتذر على هذه الغيبة، كانت اضطرارية بسبب مشكل تقني في الصفحة. الحمد لله المشكل تحل، ونبغي نشكر جوج ديال الناس اللي ساعدوني باش نحل هذا المشكل تقنية وتقني. شكرا بزاف على المساعدة ديالكم. نتيجة نقدر نقولوا إيجابية لأسفي، ولكن هذا ماشي هو الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه. انا ما استفزني كيف ما استفز المغاربه. هو داك هواري فرحاني اللي داخل بتوني، جزائري داخل بتوني ديال اسفي، ما فيش العالم المغربي. انا والله ما عرفت كيفاش المسؤولين ديال اسفي سمحوا للعاب انه يحيد العالم المغربي من توني. هذه فيها اهانه كبيره للمسؤولين ديال اسفي، وفيها اهانه كبيره يعني لينا كاملين. الا كان هذا هواري فرحاني فرحان براسو وجاي يلعب في المغرب وجاي البلاد ديال الكرم، خصو يحترم السياده ديال المغرب ويحترم القميص ديال اولمبيك اسفي. والا ما كانش باغي يحترم هادشي ما يجيش يلعب عندنا. حنا كنحترموا اللي كيحترمنا، ومرحبا بكل واحد جزائري ولا غيره اللي غيحترم العالم المغربي واللي غيلبس التوني كيف ما هو. شي واحد غيجي بدا يتكبر علينا يمشي لبلادو ويدير داكشي اللي باغي يدير. اما هنا في بلادنا كاين السياده ديال المغرب والعالم المغربي فوق كل شيء. الا مسؤولين اسفي فضلوا المصلحه ديال اسفي باش ان اللاعب يكون حاضر على المصلحه ديال ان العالم الوطني يكون تما وتحترم العالم الوطني كيف ما احترفوا باقي اللعابه وداروه في توني، ما عندنا ما نديروا بهاد اللعاب. وخص يعني القيمه ديال العالم المغربي والقيمه ديال المغرب اسمى من اي فريق، لانه لا يعقل هذاك اللاعب ما بغاش يدير العالم ما يلعبش ويرفع الحرج على راسه ويرفع الحرج تاع المسؤولين ديال اولمبيك اسفي. اما انه يدخل 11 لاعب 10 كلهم دايرين درابو ديال المغرب في الصدر الا هو ما باغيش العالم المغربي وباغي المغاربه وباغي اسفي وباغي فلوس اسفي. اش هاد التناقض؟ لا يعقل هاد الشيء. يديروا لعاب جزائري في المغرب، الا داروا في الجزائر يدبر راسو كنعرفوا التصرفات ديالهم، ولكن باش يجي يديروا عندنا هنا في المغرب هذه ما مقبولاش. حنا كنقولوا دائما خاوه خاوه، ما عندنا مشكل مع يسبوا يعايروا، ولكن حنا مواقفنا تربيتنا. ولكن باش يجي يدير هذا الشيء هنا في فريق مغربي ما مقبولاش، وما مسموحش للمسؤولين ديال اولمبيك اسفي انهم يخليوا واحد يهين القميص ديال الفريق ويهين المغاربه بهذه الطريقه. ما بغاش يلبس التوني ما يلعبش، يرفع الحرج على راسو. جاي الاولمبيك اسفي باش يحترم القميص ديال الفريق وباش يحترم العالم المغربي. سواء كان لاعب في الجزائر شكون اللي كيخلصوا اليوم؟ واش الجزائر ولا اسفي؟ شكون اللي كيخلصوا؟ من عند من كياخذ بريم سينياتير، من عند من كياخذ لي سالير والبريم دو ماتش؟ يمشي للجزائر ويتخلص، يقول لهم حكا انا ما بغيتش ندير ذاك العالم، يبانوا ابطال على ظهرنا في المغرب. شكون اللي يسمح ليه يدير التصرف؟ ما مقبوله من حتى شي مسؤول انه يسمح لهذا اللاعب هذا باش يدير هذا التصرف هذا، لانه كيلعب في المغرب. مادام قبلتي تلعب في المغرب غتحترم الشروط ديال المغرب. راه شفنا المشكل اللي كان وقع البوزوق مع الراجل بسببه من بعد فسخ العقد ديالو. اللي ما غيحترمناش ما عنده ما يجي يدير في المغرب، اللي ما غيحترمش العالم المغربي ما عنده ما يجي يدير في المغرب. اللي غيقبل يلبس توني فيه العالم ديال المغرب وفيه الرايه ديال المغرب ويحترم المغاربه مرحبا به. حنا ما كنفرقوا بين حتى شي واحد، ولكن يجي عندنا لبلادنا وهنا في المغرب ولابس التوني ديال المغرب ويمشي حق البلاد ويدير ما بغا، ما مقبولاش، ما مقبولاش. والمسؤولين اللي خلاوه يدير هذه الممارسه هما اللي خصهم يتحملوا مسؤوليتهم. حقا يلعب اللعاب ونحيد العالم المغربي. شكون اللي اهم، العالم المغربي ولا اللعاب؟ وشكون جزائري يفرض علينا هو الراي ديالو في بلادنا كيلعب عندنا كنخلصوه اولمبيك اسفي تصرف ليه لي سالير ديالو لي بريم كذا، ويجي هو يبدا يتحكم. لا ما نديرش درابو، الا ما غاديرش درابو ما نديركش انا كاع نحيدك خطره، لانك ما احترمتيش المغاربه وما احترمتيش التوني ديال اسفي وما احترمتيش العالم المغربي. هذاك الدرابو ديال هاد البلاد اللي كتلعب فيها، ديال هاد البلاد اللي جيت تحترف فيها، ديال هاد البلاد اللي جيت تقلب فيها العطرف ديال الخبز، خصك تحترمها. ماشي تجي تكبر علينا. الا ما باغيش فلوسنا وما باغيش بلادنا، بلادك ودير اللي بغيتي. هنا الاحترام التام، السياده ديال المغرب والعالم ديال المغرب كبر من كل شيء، كبر من اي واحد، كبر من اي مسؤول غتسولني النفس ديالو يقدم المصلحه ديال الفرقه على المصلحه ديال البلاد في هاد الظرفيه بالضبط. وراكم شفتوا اشنو دايرين.
حنا ما غاديش ندخلوا معاهم في جدال عقيم، ولكن في بلادنا هنا السيادة المغربية تحترم في جميع التفاصيل، العالم المغربي تحترم في جميع التفاصيل. ما كاينش شي واحد في المغرب يجي يطاول على المغاربة وعلى العالم المغربي. وانا كنقول بان المسؤولين ديال اسيا خصهم يوضحوا هذه القضيه، كيفاش سمحتوا لهاد اللعاب من اصل 11 لعاب 10 دايرين درابو اللي هو بوحدو ما يديرش درابو. شكون هو هاد اللعاب هذا اللي يجي يهين القميص ديال اولمبيك اسفي والعالم المغربي بهذه الطريقه؟ علاش سمحتوا لي بهذه القضيه؟ نتوما مطالبين بالاستفسار وبتوضيح هذه المساله. حتى واحد ما عنده الحق، وحتى واحد ما يزايد على القميص والعلم ديال المغرب والقميص ديال شي فرقه. لاعب اجنبي مرحبا به، ولكن الاحترام التام للقميص ديال الانديه المغربيه وللعالم المغربي والسياده المغربيه والقانون المغربي. اللي ما غيحترمش هادشي الله يسهل عليه، باش يقلب على رزقه في بلاصه اخرى. فلوسنا زوينين والدرابو ديالنا خايب، هادشي راه ماشي معقول. وانا غنتسنى استفسار ولا غنتسنى توضيح من المسؤولين ديال الاولمبيك اسفي، ماشي لي انا، لكاع المغاربه، لان هذه المساله دارت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي وكلشي المغاربه كيتسائلوا. حنا عارفين الممارسات ديال دوك الناس، ولكن نتوما كيفاش سمحتوا لهاد اللاعب يدخل يلبس التوني بلا واش حيدو ملي كان داخل ما شفتوش؟ قولوها لينا، وخصكم تعاقبوا وتوقفوا ولا تفسخوا معاه العقد. الا سمحتوا لي خصكم تقولوا لنا علاش سمحتوا لي، لانه لا يعقل تخليو لاعب يدير فينا ما بغى. تحيه للجميع.